السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بخير انتوا أهلكم وأصحابكم وكل حبايبكم. اللي ما يعرفنيش أو جديد عندي في القناة، أنا اسمي رشا، مصرية وعايشة في إيطاليا، ومدينة اللي أنا ساكنة فيها اسمها مدينة ريجو إيميليا. مدينة جميلة جدا، مدينة هادية وحلوة وفيها عدد كبير جدا من المسلمين. بنصلي صلاة العيد عندنا هنا في الصيف بيبقى في الجاردينو في مكان أبرتو كده زي ما انتوا شايفين، بيبقى مكان جميل جدا وبيجمع كل المساجد اللي في ريجو إيميليا. وطبعا بيبقى عدد كبير اللهم بارك، لا يعني بنبقى طبعا كلنا متجمعين مع بعض من كل المساجد اللي هنا. وبيبقى العدد زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. كنا خلصنا الصلاة خلاص. من أجمل الحاجات إن احنا كمان بنتجمع يوم صلاة العيد، هي أحلى حاجة صلاة العيد بصراحة، هو صلاة العيد. بتبقي فرحانة والأولاد بيبقوا فرحانين، حاجة جميلة اللهم بارك. ربنا يا رب يفرحنا كلنا ويبارك لنا في أولادنا، ودايما أيامنا كلها فرح وسعادة يا رب. بقول لكم ان المكان كبير قوي، هاخدكم بقى في جولة. انا بقول لكم باي باي هنا، وهاخدكم في جولة تشوفوا الجاردينو قد ايه كبيرة وجميلة. وفي اماكن كمان للاولاد يلعبوا، واسعة جدا وحلوة قوي. وكمان في مول كمان جنبنا هنا قريب قوي من الجاردينو، يا دوبك نطلع بس من الجاردينو يعني خلصنا الصلاة اللي عايز يلعب في الجاردينو شوية، لو الاولاد عايزين يلعبوا ساعات كمان بيبقوا حاطين نطاطات وكده للأولاد. ولما بيخلصوا طبعا هنا الصلاة أو بنخلص الصلاة وبنلعب الأولاد بيلعبوا شوية باخدهم، وبيبقى فيه مول كده جنبنا. بنفطر مثلا، في مكان كمان للألعاب كبير قوي، حلو قوي، بيلعبوا فيه جوكي وكده الأولاد طبعا. وبيستمتعوا طبعا بوقتهم، بيبقى يوم حلو قوي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب كده يفرحكم بحبايبكم ويعمل لكم كل حاجة حلوة يا رب. دي حبيبة بنت عمتها عسولة حبيبة قلبي، دي بنتي بسمة. انا صورتها عشان هي مش بتحب تتصور. قلت لها لا انا هصورك. كل سنة وانتم طيبين. ودي عمتهم، هخليهم دلوقتي يشاوروا لكم. قلت لهم يلا بقى شاوروا للكاميرا. شاوروا للفانزات بتوعي. كل سنة وانتم طيبين. هنا خدتكم بقى خلاص جولة كده سريعة. الأطفال طبعا شكلهم جميل قوي وفرحانين، ربنا يفرح الجميع يا رب. هنا بقى في طابلو كبير بيبقوا حاطين فيه لبن وتمر، علشان اللي طالع من الصلاة عايز يفطر أو يبل ريقه يعني على تمر ولبن بيدوله. بيبقى جميل جدا طبعا حاجة زي كده، ان اللي عايز يفطر وكمان بيفطر. و تبقى حاجة حلوة كمان يعني جدا. زي ما انتوا شايفين كده حاطين طابلو كبير، اللي عايز يفطر يفطر. كده الناس بدأت هنا تمشي خلاص. وكل سنة وانتم طيبين. تشاو تشاو.